وحقيقة الأمر أن الصانعي ومنفذي الكمين مجاهدون أبطال لم يتخرجوا من كلية عسكرية، بل حبهم للحرية علمهم كيف يدافعون عن سيادتهم وكرامتهم. وكالعادة كانت قوات العدو تحاول أن تقف بالمرصاد لإخماد نيران الثورة باتباعها سياسة الأرض المحروقة وحشد الجماهير الشعبية التي أيقنت بأن الثورة عارمة، وأن خوضها ضد الاستعمار أمرا لا مفر منه، مما جعلها تلتف حول قيادة الثورة وتقدم ما لديها من غالي ونفيس من أجل استقلال البلاد. كما شنت قوات الاحتلال حملة مسعورة بالتعذيب والتنكيل بالمدنيين العزل من السلاح وحرق المداشر والمشاتي وإبادة الغابات بالغارات الجوية المتكررة يوميا محاولة لتطويق مجال المجاهدين. كانت عملية في طمامنا، في نشيد في طمامنا، ولما هذيك العملية نجحنا فيها، أو يعني بالحقيقة يعني يخدم هذا في النهار، يعني السجع نتاعو والله. يا العملية هذيك غير خدمها غير يغطي في جماعة بفلكو يغطي فيهم. ولما خدمنا العملية وكان شوية يعني تنوى من سبب يعني سي أحمد بن عياد، يعني غاطو بزاف، إنسان باطل خلاف هذاك سي أحمد بن عياد، إنسان حتى هو باطل. ولما مشينا ولا جبرنا ريف زيروت في بني حبيبي، يعني فرحة كلها وحاجة. هو كان بريسي بالحقيقة، كان يدو مازال بريسي هو الله يرحمه، كان بريسي. واحد الفرحة يعني جات يعني مناسبة بين سي أحمد زيروت الولاية كاملة، ريف بن عودة، ريف بن طبال، ريف الحسين رويبال، يعني جماعة ملمومة، يعني جماعة ملمومة سمينا. وهدالو يعني في هذاك الوقت هدالو هذيك القرابيلة سايتي تري كونطون هو سي أحمد زيروت الله يرحمه. في بوحربون دوار بني سيار على 8 ولا 8 ونص نتاع الصباح جات، حنا نقولها المشاره الكحله، هذيك الطياره الكحله، جاو وراها من بعد لي تي 6 دو تي 6. والله يا سيدي غير نشوف البركه بال 24 في يدو، ال 24 في يدو ويضرب في التي 6 والتي 6 يمتري. انسان وطني، انسان شجاع، يعني بطل كبير، يعني ما نقولش يعني ما كانش نقولوا بالك اللي خلفوا. واحد الزمان المسؤولين نتاعي طلبوا مني باش نخدم عمليه في الكازيرنا نتاع الجدرميه نتاع الطاهر. كان واحد البرقادي يضغط بزاف على كل حال على الشعب وعلى مالا يا سيدي. المسؤولين تاعنا عطاوني فيزي تشاس، وهذيك المكحله لي بيركوتور مكسرين، لي روسور مكسرين. المعنى كي تطيخ لازم حمر كي تكفل المكحله تطيخ. وعطاوني ان كولت 1245 وامريكان، دي بال فيها شيطان هكذا. الو لي بال زيتي روفات، ما عندناش الكارتوش، عاودوهم معاودين. مالا يقولوا لي باللي كي ضرب ما طاحش الاولى، زيد عاود نقولوا حتى تطيح. مالا يا سيدي انا خممت قلت يا راجل هادي يلعبي بالدماغ، انا هادي هاد السلاح هذا ما نضربش به. وعطاوني جروناد. يا سيدي واحد الليله جيت هبطت الحاصل ولحقت الكازيرنا على كل حال، وشرت لا جروناد في وسط الكازيرنا. كانت دايره لا ليجيون العسا والضوء على بالك لي بروجيكتور الكازيرنا كنت ما يلزم. شرت لا جروناد في وسط الكازيرنا ورحت. وكان هذاك لادجيدون كانوا يتحشوا العائله نتاعو، لانه كانوا زوج سخاش في الحبس، واحد يعيطوا له سي حماتي وواحد بن سنطوح سي عمر، كانوا التم في الحبس. هربوا واحد 4 ولا 5 ايام بعد هربوا. يعني عطاونا التفاصيل. البومبا تاخت بعيده شويه على الطابله اللي كانوا يتعشوا فيها الجدرمي هذاك والعائله نتاعو، يعني وشي حكي كيما مال يا سيدي. وليت رحت على كل حال صحه الاولاد لاباس يا خويا، ولا صحه. وانما المسؤول نتاعنا في هذاك الزمان ظهرت له، يعني ما ريتش فهمت، لا خدم بيا تقرير، خدمت تقرير باللي شيرت بومبا وما كسلتش نقولوا الله يبارك. ايامات جا البركه طلعوا له التقرير، عيط لي. رحت يا سيدي انا المسؤول نتاعنا
زوج ولا 3 اشخاص خلاف يعني من الفدايين، بعض من المسؤولين خلاف تما ما نعرفلهمش. عيط يا سيدي تفضل انت هو عبد العزيز انا هو، انت سي فلان واش كان علاش التقرير هذا؟ قال له يا خويا تشوف انت سلاح وكذا وشال البومبا وما قتلش وكذا، وحنا ترى اليوم السلاح ما كانش وكذا، لازم يعني اللي يضرب لازم يجيب سهمته ربي كبير. قالوا وين شرى البومبا هذيك؟ قالوا شراها في الكازرنه الجدرميه. وما قتل ما حتى شي وتخدم به تقرير انت كذا. قال له يا ولدي حنا رانا ندوحوا يعني من النوع هذا، لو كان الجزائريين كل فدايين كل معناه يدخلوا في قلوب العدو هذيك لانسيكوريتي، يروح يركض عنده في البومبا تيخ في الدار تيخ في داره في الكازيرنا في الطريق في كذا. يعني نحبوا باش يكون هذاك الشيء. هاودا عليه الكاتب نتاعو نحالو الريفولفر ونحالو لا سانتور لا كارتوشير. قال لي تفضل ومنين تحب تخدم عمليه تشوف عمليه تخرج على الوطن الجزائري انده. واحد الساجع دايما يفرحوا مليح، ما كانش يفرحوا ويحبوا الجنود، يعني ما كانش واحد جندي اللي يقول لك يعني ما نحبوش وما نشتيش. من هذيك منين يمشي العمليه يعني يمشيوا بالاخلاص بكل، يعني يمشيوا بواحد الاخلاص سوا يعني ما كانش يعني يشتيوه من ساجعته، من البشاشه نتاعو، من القفزه نتاعو، من الصغر نتاعو، من كل مساله يعني لاباس به. فرنسا نهار كسلتو تعيط فهمتوا لا البركه مور اللي ديسوندي كيس vous attendez. Mais personne n'est descendu parce que nous avons voulu continuer ce que le Baraka a fait. وبعد انعقاد مؤتمر الصمام في شهر أوت من سنة 1956 قررت قيادة الثورة تأسيس فيالقة على مستوى الولايات، وكان على الولاية الثانية أن تنشأ فيلقها، وكان البركة على رأس كتيبة الطاهير ومن بين قادة الفيلق الذي قام بعدة معارك مع قوات الاحتلال، أهمها معركة مشاط الكبرى التي سنستمع إلى شهادات حية حول تفاصيلها بعد قليل، ومعركة واد زقار التي غنموا فيها مجاهدون ما يزيد عن 500 قطعة سلاح بأنواعها المختلفة وأجهزة إرسال، وكبدوا العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مما دفع بالعدو حسب بعض المجاهدين الذين شاركوا في المعركة من رفاق البركة إلى توزيع مناشير على المواطنين بالمنطقة يطلب فيها من البركة أن يعيد له سلاح واد زقار. في سنة 57 تقررت من طرف القيادة باللي تدير بطيون على مستوى الولاية، والبطيون هذا كيتكون من كل نواحي، كتيبة من ناحية عزابة، وكتيبة من ناحية القل، كتيبة من ناحية الميلية، كتيبة من ناحية الطاهر، وكتيبة من ناحية ميلا، وكتيبة من ناحية قسنطينة اوتونوم. المركز الاستراتيجي اللي هو يصلح للتدريب ولتكوين البطايون هي مشاط، ومن هنا بدات الكتايب تلتحق، وقدام لما تلتحق الكتايب ديجا تكونت معركة هنا في مشاط اللي هي يسميوها المعركة مشاط الكبرى. أنا بنفسي تكلفت باللي نيجي مع البركة ربي يرحمه مع الكاتبه نتاعو، جينا على واحد البلاصه نقولوا لها بويعفه، خرجنا للعوينه وخرجنا لهذيك البلاصه هاي الطهره هذيك لاكريط هذيك التم. كي وصلنا حنا لتم رانا لقينا سمعنا الضرب ديجا الجماعه كروشاو مع الكبانيه هذه اللي راه هنا. عندما هجمنا على الكتيبه اللي جات نتاع العدو، هجمنا عليها من الفوق من العويله، حضرت من الديار هادو حضرت لهم وكانوا الديار لهنا خشوا ولاو يكسروا في الديار، قعروا الديار منين يضربوا. العدو طبعا راه طلب النجده نتاعو، جات منا على نقول واحد البلاصه نقولها دم سكويدر، وطلعت منا على واحد الطرانشي نقولوا له الطرانشي نتاع بوشعاله تم وقع الاشتباك معاه البركه ربي يرحمه. قداه يعني لافانسيف داروا ما نجموش باهي على كل حل يديروا، هو حاكم تما اللي تلاطاك وباقي يدير يجي في الجيش. العسكر كي يعمل لاصو يضربوه يهرب، يقتلوا منه ما نقولكش 10 ولا 15 يولي يهرب، يزيدوا يحتموا عليه ويزيدوا يرفضوا فورسيوه، يجيو ما فانسيين يزيدوا يضربوه الجيش يزيد ياتاكيه، يزيد يولي هارب،
وبقات العمليه حتى لوحده ونص. كانت هذاك النهار يعني اللي هو الشيء اللي ساعدنا، يعني وساعدنا الحظ، هو ساعدنا يعني الامطر والضباب، يعني الطيارات جاوا وحلقوا، لكن ما نقدروش يعني باش يضربوا، ما عدا الا الطياره اللي ضربت اللي حاكم البياسه هنا كما نقولوا في الدرع هنا الفوق، اللي كسلت لنا كما نقولوا التيرور اللي كان مع البياسه. على الوحده ولا ساعتين ابوبري هكاك عيط قال وين راح نمشنط. قالوا لي من هي هاو يعيط عليك البركه، هزيت انا الجلود هذوك ورحت للبركه. قال لي على كل حال اقعد انت احكم لي ديريجان تاع الجيش لهنا، ولا البياسه الوينس راه الفوق راه حبس ما يضربش، لربما كنت انت من الطياره. كان يتنكل يراكب العمليه، استمرت حتى وهي 6 تاع العشيه. جا الكولونير ويدور بالطائره والمطر يصب، جا الكولونير ويدور بالطائره، منين شعلوا له واحد النار نجولود، منين شعلوا له واحد النار جا حدر. حنا العسكر ما عينش العسكر نتاعو من تاعنا متخلطين في بعضنا. منين حدر البركه امر بالبياسه من الفوق ضربوه طيحوا الكولونير، هبط طاح اللوط في الواد، اللوط في الوطا ما نقولوش. دروك والمعركه بقات مستمره حتى لليل. وكان الشعب لي بليسور جابوا لابوبخا الزيت والدقيق خنطوه ويفرقدوه في وسط الجيش باه ما يسفاش الجيش من البليسور. باقيين يفرقدوا والنساء بالزغاريت. على كل حال بالزغاريت النساء يزغرتوا والجيش ما حبش يتحرك القوى الفرنساويه وما نجمتش يعني تروضوا من بلاصتو، باقي حاكم لاطاك نتاعو. الشعب على كل حال لي بريسور ما نهزوش حنا، الشعب اللي يهزو. الشعب في وسط كانش ما تبلاس جنود يرجعوه، جندي يرجعوه في متن النور، الشعب اللي يهزو يدي في متن يطلعوا العقب تساعد الله. واستمرت المعركه حتى الليل. ونزيد نقول باللي الكمين اللي صدر فيه معرك والسلاح اللي هزيناه ماهوش سلاح من صنع فرنسا، سلاح من صنع الحلف الاطلسي. دينا الطرانت امريكان ودينا البرا امريكان ودينا السلاح اللي هو من نوع امريكان، في حتى القاره امريكان. هذا باش نقول ونأكد باللي الجيوش اللي كانت تحارب هنا في الجزائر ماهيش الا فرنسا وحدها، يعني كان الحلف الاطلسي اللي حارب في شعب الجزائر. أبي اسمك البركة، وكنت خيرا وبركات لأقاربك ورفاقك في السلاح، ونقمة على الجهل والجوع والمرض. ذلك الثالوث الاستعماري الذي سلط على شعبك. أبي، عرفتك بطولة وشهامة وتضحية، لأنك آثرت هذه الجبال الشامخة على بيتنا المتواضع، فأنستها وأنست لك لتصبح حامية لك ولرفاقك، ومعقلا لاجتثاث كيان غاصب وظالم، فكنت صقرا تحيا لمثل أعلى. من المحبة اللي يحبوا الشعب والجيش، يعني لو كان بركة يتكلم الجندي يقول له اطلع للشجرة هذيك ولا روح للكاف هذاك، يعني ارمي روحك، يعني يرمي روحه بدون ما يشعر منه، يعني من الطاعة. بعد ما يزعف شوية يقول واش يقول؟ يقول السكوت بعربي. يعني نعرفوه بانه راهو يعني مغشش، يعني تغش على معارك اللي فلربما ما كملوش، فلربما كذا. يعني كان واحد البوست في سيدي عبد العزيز، رحنا بعث الجيش باش يهجم على البوست، وكان اتصالات في البوست ودخلوا على كل حال، فيها سي رزقي، فيها سي سليماتني، فيها المكي، فيها الاخوان. دخلنا البوست للداخل وقعت فيها سلاح الابيض للتم وضربنا، وكان هو يستنى بالزوايل باش نجيبوا السلاح، ولكن الجو كان من قشف. بعد ما دخلنا للبوست كشفونا على كل حال وبداو الضرب دهوما، وتحصل واحد الجندي يقولوا له البشير الكحل، كان مسؤول الناحيه به بالطمسون تاعو حتى ضرب العسكري اللي تم بالكان، يعني حكموه وخلص. البركه كي وصلنا يعني وصلنا ليه مغشش. واحد النهار في واحد المعركه حطناه هكذا مع ترك القدرو، يغطينا هكذا بفلكو، يقول لك راكب شلاغبك هاك مليح،
ما كان حتى شيء، لا شجره ولا حجره ولا والو. يقول لك راك بشلاغمك والله غايه، يقول لك والله مازال مغرو عليك القط. هو يضحك. وكان يعني حنين، عنده العاطفة والحنانة، يعني ما كانش اللي ما يشتيش، سواء مرأة ولا رجل ولا، وما كانش المشتى اللي ما يعديش عليها، لازمهم يجريو ليه ويشجعوهم، يشجعهم باللي رانا نحاربوا ورانا نديو الاستقلال وما تخافوش وبالفعل فقد كان الاحتلال كيانا غاصبا وظالما، نظرا لما قام به من ممارسات وحشية ضد شعب يحارب من أجل السلم، وفيما يلي شهادة حية على ذلك. كوما صار عند بوم 8 النهار كامل، من تم داوني جيجل، كي داوني جيجل قعدت مدة نتاع واحد السمانة 8، وانا في العذاب 8. من بعد خرجنا من تحت جوايه الربعة نتاع العشية، عيطوا علي في واحد الكيطون نتاعهم، قال لي خرج. جيت خارج لقيت الكوبتر 8، ملي لقيت الكوبتر قال لي طلع. هاي ما هنيش طلعت من 8، وصلنا لبرج الطار، لقينا واحد لاكوباني نتاع العسكر خارج على الحكم نتاع القا هذاك. نبيت معاه من 8 ل 4 الصباح، مشينا واحد المشتاك ولا تاع راس بو 12. هيا وصلنا 8 نهار كامل معاهم 8، هما يفتشوا في العسكر هذاك 8. 4 العشيه جا لي واحد العسكري قال لي مشي. جيت ماشي معاه، كنا في واحد الشعب هكذا، لقيت واحد السرجان شاف ومع واحد 4 ساكر 8. وصلت، قال منين عديت قدامه، قال لي باص. مشيت واحد المترسين، وكان العسكري اللي حاكم الكردة في يده فريني، حكم الحبل هذاك، حبست انا، وليت درت البيستولي هذاك. اخر 8 حسيب لك قدامه، جبت البيستولي من صلبه، كوماسي